الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ طبعا كلنا شفنا الوصفة اللي قلبت الدنيا وطلعت ترند وكسرت الدنيا، فانا قلت لازم اجربها معاكم ونشوف رأيكم فيها ايه وهتطلع معايا ازاي. نبدأ مع بعض كده بسم الله في الطريقة. عندنا هنا نص كوباية مية دافية، حطينا عليها نص كوباية حليب دافي او لبن دافي زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا ربع كوباية زيت. طبعا اي حاجة نشوفها كده نجربها لأولادنا ونشوف، والله كل يعني ما نخافش من حاجة، نجرب ونشوف النتيجة هتبقى معانا ازاي. وحطينا هنا عندنا معلقتين خميرة زي ما انتوا شايفين كده، وعندنا دول 5 معالق سكر. ممكن تقولوا ان كمية السكر كبيرة، لا هي مش كبيرة ولا حاجة، جربوها وانت هتشوفوا ان هي والله طالعة مظبوطة زي ما شفتها في البداية كده، وهشة وطالعة ما شاء الله جميلة جدا. حطينا زي ما انتوا شايفين 5 معالق سكر، وحطينا دي معايا بيضة، وخلينا الصفار هقول لكم الوقت هنعمل ايه بالصفار. وحطينا مع بعض دي فانيليا، طبعا مادام في بيض يبقى لازم نحط فانيليا. ونقلب المقادير السايله كويس قوي مع بعض لحد ما يدوب عندنا السكر، وكل المقادير اللي احنا شفناها السايله دي تختلط كويس قوي. بعد ما قلبنا كويس قوي المقادير مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، والسكر داب والمقادير اختلطت معايا كويس قوي، هننزل بالدقيق بتاعنا. بس الدقيق في الوصفه دي ملوش مقدار معين، يعني ما طبعا ما هقولكوش كوبايتين دقيق ولا 3، لا هو انت بتحطي الدقيق لحد ما تتكون معانا عجينة طرية بس مش بتلزق في الايد، وزي ما هنشوف شكلها دلوقتي. وهنحط معانا دي ذرة ملح، حطينا الدقيق اهو وحطينا ذرة ملح، وهنبتدي بقى ان احنا نعجن بايدينا زي ما انتوا شايفين، لان العجين لازم طبعا يتعجن بالايد عشان نعرف نخدمه كويس ويطلع معانا النتيجة حلوة ان شاء الله. هنقلب كده ولو احتاجت عجين طبعا انت شايفينها لسه سايله في ايدي اهي، لو احتاجت دقيق هنضيف لها برضو شويه دقيق كمان لحد ما تتكون معانا عجينه طريه لكن ما بتتلزقش في الايد. هنضيف الدقيق شويه شويه، ما نحطش مره واحده عشان ما تنشفش معانا. لما ينقص ونزود احسن ما يكتر وتطلع ناشفه معانا وتطلع مش مظبوطه. هنعجن بقى كده كويس لحد ما انتوا شفتوا العجينه معايا بقت جميله اهي، عجينه طريه لكن معلش بتلزق في ايدي وطلعت طريه وجميله خالص. هنعمل ايه بعد كده؟ يا ريت اللي وصل معايا بقى للفيديو لحد هنا يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان توصلكوا كل اشعاراتي، ويضغط على كلمه الكل عشان اي فيديو انزله يوصله الاشعار مني على طول. جبنا هنا اللي هو المفرش السيليكون ده بتاع العجين، وهبتدي ان انا الم عليه العجينه كده، وابتدي ان انا التها كده كويس لحد ما تبقى معايا ملسه كده وطريه ويبقى شكلها حلو وملمسها كده طري وجميل. هبدأ بقى بعد ما خلصناها وعملناها كويس قوي، هبتدي ان انا اقسمها نصين زي ما انتوا شايفين، نصين متساويين بالظبط. وهبتدي احط بقى كل نص منهم في طبق، وهشوف هنضيف عليه ايه بعد ما قسمناه كده. زي ما انتوا شايفين كده جبت طبقين او بولتين اهو وحطيت فيهم نص، والطبق التاني حطيت فيه النص التاني، وهبتدي اشوف بقى الاضافات اللي هنضيفها عليها. في النص الاول هنحط معلقتين سمنه ما يكونوش مليانين قوي. على كل نص من العجينه هنحط معلقتين سمنه بس ما يكونوش مليانين قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا قسمنا العجينه اهو وحطينا عليها على كل جزء منها معلقتين سمنه مش مليانين قوي. هحط على النص منها 3 معالق كبار كاكاو، وهبتدي بقى ان انا اعجن العجينه بالسمنه اهو. بعجن الجزء الابيض الاول عشان طبعا قبل ما ايدي تتعك كاكاو كده، اعجن الابيض الاول. زي ما انتوا شايفين بقت جميله ازاي وطريه والله وهشه، والعجينه خمرت معايا بسهوله لان انا خدمتها كويس وعجنتها كويس. هعجن بقى النص التاني اللي هو بتاع الكاكاو اهو، ويا ريت الكاكاو بتاعنا يكون نوعيه نظيفه، كاكاو خام من غير سكر عشان ما نزودش السكر فيها قوي. وهعجن فيها لحد ما الكاكاو يدخل في العجينه كويس، وتبقى العجينه كده شكلها حلو وما تبقاش مشبحه كده، لا يبقى يبقى زي ما انتوا شايفين كده شكلها طالع معايا جميله ازاي. هسيبها بقى طبعا هغطيها لحد ما تخمر، لان طبعا احنا حاطين فيها خميره فهنسيبها لحد ما تخمر زي ما انتوا شايفين كده.
انا بشكر والله يعني الكل اللي بيدخل لي اليومين دول الفيديوهات بتاعتي، بتكتبوا لي عليها تعليقات حلوه. بشكر كل اللي بيدخل ويشوف الفيديو بتاعي للاخر ويعلق لي عليه. بجد والله نورتوني، وانا بتبسط قوي لما حد يكتب لي تعليق ويقول لي ان مثلا جرب وصفه من وصفاتي وعجبته. فيا ريت كده ايه، اي حد جرب وصفه من الوصفات اللي انا بعملها على القناه يقول لي رايه فيها ايه. واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم مني كل جديد. بعد ما العجينه بتاعتي خمرت سبتها خمرت كويس قوي، واتاكدت انها خمرت عشان لو ما خمرتش مش هتبقى مظبوطه معايا. وهبدا ان انا افرد الجزء اللي بالشوكولاته الاول. وبعدين بعد ما افرده هشيله على جنب. وبعدين اخد النص اللي هو الابيض حطيته على صينيه الجزء اللي بالشوكولاته، وبعدين جبت النص الابيض وفردته زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيت الابيض تحت واللي بالشوكولاته فوق وفردتهم على بعض بالنشابه. وده حشيتها بايه، بصوص شوكولاته. صوص الشوكولاته ده انا عملته معاكم في القناه كتير، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اللي ما فيش اللي مش قادر يعمل صوص الشوكولاته ده طبعا بيتعمل بالكاكاو. يجيب قطع شوكولاته، يجيب شوكولات شيبس ويحط فيها اي نوع شوكولاته انتوا بتحبوه بتفضلوا حطوه. بعد ما فردتهم على بعض هبتدي ان انا الفها رول زي ما انتوا شايفين كده اهي. وهسيب جزء منها في الاخر مش هيتلف، يعني مش هلفها للاخر. وهظبطها كده كويس يبقى العجينتين محطوطين على بعض بطريقه مظبوطه وحلوه. وهبتدي ان انا اقطع الجزء اللي انا ملفتوش زي ما انتوا شايفين كده شرايط بالسكينه. وهبتدي بعد ما اخلصه بقى كل الجزء اللي انا سايباه ده هلفه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. لفتها كلها كده بقى شكلها جميل والله لما اتلفت وهي حلوة. يعني ممكن تقولوا ان هي طريقتها بتاخد وقت شوية، بس في الاخر النتيجة والله طالعة روعة. والشوكولاتة سايحة فيها. صوص الشوكولاتة ده لو جربتوه برضه هيعجبكم قوي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طالعة جميلة وحلوة. وممكن العيال تخلوهم يساعدوكم في اللف ده، والله اتبسطوا بها قوي وعجبتهم قوي وشاركوني في عمايلها وبقوا فرحانين. لفتها زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب صينية مدهونة سمنة. يا ريت نحاول كده نشوف لها صينية تكون مقاسها بالظبط علشان تخمر معانا حلو. انا الصينية بتاعتي طلعت كبيرة شوية بس مش مشكلة. انا ظبطتها في وسط الصينية، قلت لو خمرت وملت الصينية خير، لو ما خمرتش هي برضو هتبقى حلوة. لان انا ملقتش صينية اصغر من كده عندي. عندكم صينية مقاسها اعملوا فيها، ما عندكوش زي ما انتوا شايفينها انا عملتها في صينية كبيرة عنها شوية وطلع الشكل مظبوط وطلعت تحفة. بعد برضو ما شكلتها حطيتها في الصينية المدهونة وسبتها برضو كده خمرت ساعة تقريبا. وهدهن الوش بتاعها بصفار البيضة. فاكرين اللي انا قلت حطينا البياض وده الصفار اللي انا كنت سايباه. حطيت عليه معلقة لبن وحطيت عليه شوية فانيليا عشان ريحة زفارة البيض. وهبتدي ان انا ادهن الوش بتاعها كله دهنة حلوة كده، ما اسيبش ولا حتة لازم ادهنها عشان هو ده اللي بيدي اللون للفطيرة بتاعتي، اللون الجميل. يا ريت تقولوا لي رايكم ايه في وصفه النهارده كده، جربوها قولوا رايكم فيها ايه. انا خلصتها اهو وسبتها طبعا غطيتها وسبتها لما تخمر. وسويتها في الفرن درجه حرارته عاليه. حطيتها على الرف اللي في النص لحد ما اخدت معايا لون. لو احمرت من فوق ومن تحت يبقى كويس، ما لقناش احمرت من فوق نولع لها الشوايه لحد ما تاخد اللون الجميل ده. وفي الاخر طلعت زي ما انتوا شايفين. الصينيه كبيره عليها بس طلعت والله مظبوطه وشكلها حلو واخدت نفس التدويره ونفس الشكل اللي طالع بالظبط اللي احنا عارفينه عن طاقية السلطان واحلى كمان. جربوها. شايفين الصوص طالع شكله تحفة فيها ازاي، والطعم روعة والله احلى من الشكل بكتير. طبعا هي عكت ايديا معلش على المنظر، بس بجد الصوص كان يعني سايل وكان حلو قوي وهي سخنة والله، وطعمها طلع تحفة. يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم ايه. ان شاء الله تعجبكم. واي وصفة محتاجين ان انا اقولها لكم قولوا لي وانا هعملها لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.